السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنتعلم طريقة عمل مونتاج سحري ويبهر العقول. أولا نبحث عن أفكار لنطبقها على أرض الواقع. أعلم أنك بطل وستدخل هذا المجال من أبوابها المفتوحة وبأعين مغمضة، وسأكون سعيدا جدا إذا دعمتني ولو بلايك بسيط. فقط يجب عليك أن تثق بنفسك، أنت بطل، أنت قادر على ذلك. ونبدأ بالضغط على علامة الزائد والمربع وتكبيره، ونختار اللون الذي نريده ونضغط على إفكت ونختار هذا الإفكت. نحدد هذه الإعدادات بالضبط، وأنت إذا أردت أن تغير فلك الحرية. نضغط على إفكت لنضيف إفكت آخر من خيار 3D، نختار هذا والخيار الثاني، ثم غير الإعدادات حسب اللقطة التي تريدها. وإذا أردت أن تترك نفس الإعدادات التي أنا وضعتها فلك الحرية. نضغط مرة أخرى على الزائد، نختار المربع ونحدده على إطار اليوتيوب تقريبا، ونغير له اللون الذي نريده. أنا اخترته الأزرق. نضغط على إفكت بروسيدورال وشكل الشطرنج وخيار الدايموند، والإعدادات كالتالي. اضغط على إفكت، خيارات 3D وفليب بلاير وخيار قبل الأخير. في X و Z 100 وناقص 100، ونعدل على الخيار الأول بحيث تأتينا على شكل أكثر ميولة، ونضغط على علامة الزائد لإضافة نص جديد. وأنا سأكتب هذا هو مقطعنا لليوم. نكبر حجمه ونعدله بالتفاصيل التي نريدها. ثم إضافة إفكت للنص لونج شادو، ثم إضافة إفكت آخر من خيارات 3D وفليب بلاير، ونحاول تعديل في الإعدادات بالشكل التالي بحيث تأتينا متطابقة جدا مع الصورة السابقة. ونحاول رسم بهذا الشكل، يكون الرسم بهذا الشكل كي تكون متطابقة جدا. نقدم الكي فريم قليلا لتكون الصورة عادية، ثم تبدأ بالتحرك. ونعدل على الإفكت تينيل قليلا لكي تكون أكثر جاذبية بالنسبة للمشاهد وتتحرك ببطء. ثم نضيف تكست ونكتب النص الذي نريده. أنا سأكتب شكرا على المشاهدة. نقوم بتكبيره وتعديله بهذا الشكل. أختار هذا الخط كما رأيتم مسبقا. سأقوم بنفس العملية التي سوف ترونها الآن. أيضا نقوم بإضافة إفكت وتغيير اللون، ومطابقته بهذا الشكل، وتعديل على الحجم، وإضافة إفكت آخر خيار 3D وفليب بلاير والخيار الأوسط، ونقوم بتعديله بالشكل المثالي الذي قمنا بتعديل الصورة المسبقة. وأترككم مع شرح الفيديو بالكامل.
والآن قد نقول وصلنا إلى نهاية الفيديو. شكرا على المشاهدة ونراكم في فيديو قادم.